هو في ايه يا اهلي؟ في ايه يا عم؟ ما تسيب الواد يمشي. اسامه ابو علي جاي له عروض من بره بالكيله بالجروف، تمام؟ الاهلي مش عايز يسيبه، زي ما حضراتكم شفتوا كده، شايفين الستوري في الجول من شويه. رفع البيان دوت لاسامه ابو علي. باختصار يعني ان الاهلي قال له احنا هنزودك، هنديك المبلغ اللي انت عايزه، بس ايه في حته ايه العروض اللي جايه لك من بره. او اما ليه بقى انتوا لما بيبقى في حاجه في الزمالك زي كده، اصل بص بيستحيلوا مش بيستحيلوا، ما انتوا هما بتستحيلوا على الراجل عشان يقعد معاكم والراجل عايز يمشي. الراجل المليون و200 الف او المليون و500 الف اللي انتوا بتدوهم له مش جايين معاه سكه، هو جاي له عروض من بره اتقل من كده بكتير، هياخد فلوس من بره اكتر واجمد. فسيبوه يا عم يشوف مستقبله. هو مش كوره احتراف برضه زي ما انتوا بتقولوا، ولا ايه الدنيا؟ ولا هي احتراف عندكم ومش عندكم؟ يعني ازاي؟ ما عشان برضه كنا نبقى فاهمين. فده اسامه ابو علي طبعا نجم النادي الاهلي المهاجم الفلسطيني. فالملخص من الكلام ده كله ان هم قالوا له اقعد معانا واحنا هنزودك واللي انت عايزه، بس اقفل حوار العروض. شكرا.